بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم. أهلا وسهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. في هذه الحلقة سأتحدث عن مأساة كبيرة جدا تحدث في السودان. في السودان حاليا الجثث تملأ البيوت والشوارع، والبيوت تحولت لمقابر، فتجد كلب ضال لينهش جزء من جثمان قتيل أمام باب المنزل. ودي صورة لم تفارق مخيلة أحد السودانيين الذي شارك في دفن ما لا يقل عن 20 شخص في أماكن تنوعت ما بين أفنية المنازل ومداخل الشوارع والأحياء السكنية في الخرطوم. طبعا من سنتين كانت الأزمة إن المشارح تكدست بالجثث وتعفنت الجثث خلالها، ولكن في هذه الأيام أو في هذه الحلقة مأساة اللي هي دفن الجثث في المنازل أو في الشوارع أو في مكان قتله، وده بصعوبة أو بسبب صعوبة نقل الجثث إلى أماكن أخرى بسبب المعارك وبسبب الوضع الأمني. ربما نتخيل وجود معركة تمنع ذلك، فده شيء يستوعبه العقل، ووجود متطوعين يقومون بدفن الجثث داخل منازلهم، ومن ضمنهم استشاري تخدير هي وشقيقتها دكتورة من أصول مصرية، قام زملاؤها بدفنها. ولكن الغريب انتقاد سكرتير نقابة الأطباء بالسودان لذلك الأمر، وانتقاد ان المتطوعين يقوموا بدفن هذه الجثث. طيب ايه الوضع؟ هو بيقول انه المتطوعين ليسوا على دراية بدفن الجثث، وان ده ممكن يتسبب في مشاكل اذا فتحت تحقيقات، خاصة في الجثث مجهولة الهوية، ربما يكون قتلهم أو موتهم بسبب صقر، بسبب مشاكل قبلية، بأي سبب. طب أين الحل؟ هنا بيتكلم السوداني مع أحد الصحفيين، بيقول قبل 4 أيام خد 4 أيام رحلة برية شاقة استغرقت نحو 4 أيام من بلدي السودان قاصدة مصر، وانتظرت قرابة 3 أيام قبل أن يصل إلى مكان يتسنى له فيه تلقي الاتصالات. لكن يروي لنا تجربته في مكالمة هاتفية، ده الصحفي بيقول كده: اتسم صوته خلالها بالحزن والتشاؤم. 3 أشخاص على الأقل ممن شاركت في دفنهم كانوا داخل المنزل، والبقية في مدخل الشارع الرئيسي لمنزلي. هناك جار لي، ده الرجل السوداني بيحكي للصحفي، قتل داخل منزله، واضطررت لخلع سيراميك فناء المنزل لأحفر قبرا لأدفنه. لم نستطع نقله للمقابر بسبب الاشتباكات. دفن الموتى الذين خلفتهم المعارك داخل المنازل وفي المناطق السكنية في العاصمة الخرطوم بات أمرا ضروريا كما وصفه لنا جبريل، نظرا لانتشار عدد من الجسامين التي تحلل بعضها في الطرقات وتعرض أشلاؤها للنهش من قبل الحيوانات الضالة. ويحكي ويقول: كثيرا ما تفتح باب منزلك لتجد كلبا ينهش جزءا من جثمان متوفي. كان علينا دفن الموتى والكثير من جسامينهم متحللة منذ فترة في الشوارع. تحول عدد كبير من الأحياء السكنية في العاصمة إلى مقابر. طبعا قبل أسابيع شارك هذا السوداني مع بعض الجيران في دفن 4 أشخاص في مدخل حي امتداد الدرجة الثالثة في الخرطوم، وهي المنطقة التي يقطن بها. يقول إن هناك عدد من الجسامين المدفونة عند منطقة جامعة السودان بالقرب من محطة وقود سيدون، وفي الأحياء القريبة من شارع محمد نجيب. لا إحصاءات دقيقة لعدد من دفنوا في أفنية المنازل والأحياء السكنية على نحو غير مشروع، ولكن هذا السوداني أخبرنا بأن العدد قد يقدر بالعشرات. تمام.
هنا العنوان الثاني بتاع سكرتير النقابة بيقول الدفن في المنازل والأحياء طمس للحقائق وتعميق للأزمة. طب ماشي، طب يعني إيه الحل يعني؟ الدفن على هذه الطريقة التي وصفها مسؤولون سودانيون بالعشوائية عليها مآخذ عدة، من بين المنتقدين لذلك الدكتور عطية عبد الله السكرتير العام لنقابة الأطباء السودانيين، الذي اعتبر دفن الموتى دون تصريح في أماكن غير المقابر أمرا تطمس معه الحقائق المتعلقة بملابسات وفاة هؤلاء. فالدفن على هذه الشاكلة يعتبر طمسا للحقائق وتعميقا للأزمة وإطالة لأمدها. نعلم أن الدفن على هذه الطريقة ينبع من نوايا حسنة للسودانيين المتطوعين، ولكن ذلك يحول دون التعرف على أسباب الوفاة وهوية المتوفى والمسؤول عن مقتله. يعني هو تركه في الشارع هو اللي هيخلينا نعرف الأسباب، كما أن المتطوعين لدفن الموتى بصورة غير رسمية وفقا للدكتور عطية قد يكونوا عرضة للمساءلة القانونية. فلمراسم الدفن اعتبارات كثيرة أثناء الدفن. يجب أن يكون هناك حضور للجهات الرسمية والنيابة والطب العدلي والصليب الأحمر وعدد من الجهات الرقابية إلى جانب أخذ عينات جينية، كما أنه من أعطى هؤلاء تصريحا للدفن، الدفن بدون توثيق ليس مبررا مهما كان الوضع. طبعا هم قالوا أن المهم أنه هو دفن الموتى ليس مهما أين، وهم بيلتقطوا صور للجسامين، وإذا كان مع متعلقات وبيضعوه كيس بلاستيك معد لذلك الأمر ويدوا له رقم ويعملوا له ملف. فدي المأساة اللي حصلت في السودان، وأنا يعني ربنا يحفظ بلادنا جميعا. وأنا مستغرب إزاي سكرتير النقابة يقول هذا الأمر. ربما يكون كلامه قانونيا، ولكن يجب حل لهذه المشكلة. ندعو الله عز وجل أن يحفظ السودان من كل شر ويحفظ كل بلادنا. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.